سيد منقذ رئيس الجامعة الملكية لكرة الطاولة، مرحبا بك في جريدة أغورا بريس الإلكترونية. تكلمنا قبل التظاهرة وفتحنا موضوع ديال المنح والوعود اللي كانت تعطات لك من قبل جهة الرباط ومجلس المدينة. طيب الآن وانتم في التظاهرة، الآن الكل يجمع على نجاحها تنظيميا، لكن على مستوى الإمكانيات المادية واش التزموا؟ وانا املي كبير بان هذه الجهات اللي في مدينه الرباط وغيرها تلتزم معنا، لانه الملف كان باسم مدينه الرباط، نعم. ولحد الان انا بنتظر منهم الوفاء بالالتزامات ديالهم. نلتمس منهم لانه بطوله بحال هذا الحجم بطوله كبيره نعم. وخصها امكانيات كبيره، وحنا وقعنا العقد وكنا كنتسناو باش نتوصلوا بهذه المبالغ، لانه إذا ما توصلناش بها فهي كارثة كبيرة. نجاح كبير نعم. ستكون وراها كارثة كبيرة، الله يعلم ما فيه. فطبعا احنا لنا كارثه امل كبيره على مستوى اشنو؟ السما المالي. مستوى المالي، لانكم انتم خديتوا مثلا فنادق، وعلى خدينا مستوى التغذيه فضانيق، والاقامه والى اخره، التنقلات خديتوا خدينا كلشي كل شيء، بقروض، كل شيء بقروض ولا ولا ما. عطيتوا شيكات؟ والله في شيكات وفيه قروض وفيه دي تخيت. فالامور صعبه شويه، ما خبيش عليك انا الامور صعبه شويه. طيب في حالة حنا ما غنتنبؤوش انا بالاسوء. ما نحالش نمشي للسيناريو الثاني، فيمكن الاسبوع المقبل يمكن نديروا لنا شي حل، لانه لا يمكن ان نبقى بدون هذا. واخا انا ما بغيتش نمشي للاسوء، ولكن في ظل ما حدث على مستوى جامعه كره القدم على مستوى جامعه كره السله، الان كره الطاوله، الا ما كانت امكانيات ماديه يبقى الامر داخلي، ولا غندخلوا عاود في الجامعات الدوليه وندخلوا في اشكالات لا لا ديال لا 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 ما لا, لا غنمشيوش ليس لهذه لي المسائل. ليس لا لا لا, لا احنا ما احنا ليس بهذا الشكل. بهذا الشكل ها وقت كنلتمسوا منهم باش يمدونا بهذه المبالغ فصعب ممكن حتى نتغلب على هذه الديون اللي غترهقنا كثير. إلا شافوا انهم غير ممكن، كانوا في الاول قلنا غير ممكن، كنا ما نوصلوش لهذا المشكل. وكان فانا ممكن يسيء لسمعه المغرب، لانكم آه خديتوا لو خديتوا لو خديتوا آه انتم لو التنظيم، وفي الاخر غتقولوا ما لو غنظمش. انسحبنا منه فذلك غيضر سمعة المغرب، والبطولة تحت رعاية السامية ديال صاحب الجلالة ما يمكنناش نرجعوا لها. فالجامعة خدات تحدي وغتكمل في التحدي، ولنا أمل كبير على أنه هذه الجهات المانحة تمنحنا. سيد منقذ، شكرا لك. شكرا، بارك الله فيك.